صباح الخير حبايبي، شفتوا يا جماعة اللي حصل النهاردة؟ والله العظيم ولا على البال ولا على الخاطر. قمنا الصبح كده لا يعني لا عملنا حسنة ولا سيئة، والله العظيم لسه لا عملنا حسنة ولا سيئة. لقينا الدخانة مالية المطبخ بطريقة رهيبة وشياط شياط شياط. مش عارفة في ايه. محمد طلع جري على ما فتح الشباك وشد البتاعة دي من على الكاتل ده من على الكهربا، هو يعني زي زقف. بص كان بيتصرف. مش عارفة كان بيعمل ايه، والله ما كناش عارفين من الخضة اللي احنا خدناها على الصبح كده على غيار الريق. والله ولا حسنة ولا سيئة أقسم بالله. لقينا شياط شمينا ايه يا محمد في ايه. كان لسه جايب الفطار وجاي لسه بيفتح. احنا كنا كمان، انا كنت نايمة. بيفتح الباب لقى الشقة معبية دخانة والمطبخ دخانة، يا دوبك فتح الشباك وبيهوي. لقينا ايه؟ لقينا الكاتل ده محطوط على مش شغال، يعني محطوط على الكهرباء ومش شغال، يعني الزرار ده فاصل. ومش عارفة اساسا في ايه اللي حصل. لقينا دخانة ولقينا ده كده بيسيح في بعضه ومن جوه ومن بره. حتى قلت له ايه الابيض اللي في البتاع دي اللي بتتحط تحت دي؟ بيقول لي ده الموتور او ده يعني الحاجه اللي هي السخان، حاجه زي كده. فانا مش عارفه والله، مش بفهم في الحاجات دي حاجه خالص. لقينا دي كلها عماله تسيح ولسه سخنه. يعني انا بستغرب ايه اللي حصل على الصبح كده عشان نقوم على المصيبه دي. استغفر الله العظيم يا رب، والله العظيم انا راضيه بقضائك وبحكمك يا رب، والله العظيم الالف حمد والف شكر يا رب. فقُمت بقى إيه، لقيته بيزُق. هابُص البتاع سمرا من جوّه إزاي، دي stainless يعني بتبقى زي الفُل كده من جوّه. ما أعرفش إيه اللي حصل. يعني دي بعيدة عن السلوك، بنشدّها لقينا مكانها حتى السلك بتاع الفلتر اللي جنبها لقيته سايح كُلّه وعمّال يخُر مَيّة، والأرضية متبهدلة مَيّة، ولا عارفين نخُش المطبخ من المَيّة، لإن مسافة المَيّة لمّا بتيجي على الحيطان ولا الأرض الدنيا كُلّها بتكهرب في بعضها كده. عشان كده والله ما بنخشش المطبخ ده غير عشان نشرب بُق مَيّة، عشان حاجة، يعني قليلين خالص إيه لمّا بُص البتاع عامل إزاي، كلّه سايح في بعضه كده. رُحنا جايين شايلين الفلتر أهو بتاع المَيّة، فكِّكنا السلوك وفكِّكنا كل حاجة. بُص الشمع ما أعرفش السلك بقى إيه اللي داخل اللي هو في الجنب ده كلّه ده كان ماشي فيه تسييح. إزاي مش عارفة. يعني ماشي كده إيه الولعة ماشية فيها كده لفوق لغاية هنا الشفشق ده. طبعًا المكان ده كلّه مستحيل آجي يمّته. يعني المكان ده باروح جاية عشان أمسح فيه وأعمل فيه، باروح جاية جايبة فوطة ناشفة، فوطة ناشفة، يعني لا باغسل سلك ولا باحاول قدر الإمكان ما أجيش على مَيّة، لإن الفيشة دي متلخلخة في الحيطة ودقيناها أكتر من مليون مرّة. تتدق وتتخلع، تتدق وتتخلع، يعني ما فيش. في الآخر رُحنا جايين عاملينها في البلاط، لإن كنا بنعملها في الحيطة، الحيطة تروح جاية موقعة. رايح جاي عاملها في البلاط كده عشان تمسك شوية. وطبعًا استحالة اللي أنا أجيب سلكة والّا أجيب أي حاجة وأغسل، بالفوطة وأنشّف كده، أمسح وأنشّف كده على قدر الإمكان عشان باتكهرب، والله العظيم باتكهرب لمّا باجي في المنطقة دي كده خالص. فهنعمل إيه بقى، يالّا قدّر الله ما شاء فعل، والحمد لله وألف حمد وشكر يا رب اللي جات على قد كده. ومحمد جه في الوقت المناسب ولحقنا، كنا لسه نايمين والله. العيال طبعًا بتنام في الأوضة بتاعتهم، بيقفلوا عليهم الباب وأنا بانام في الأوضة اللي جوّه. محمد بيصحى في الأول كده بيروح إيه، يجيب العيش ويجيب الفطار، وبعدين بييجي إيه يصحّينا ونبدأ يومنا بقى إيه كده. لقى بيفتح باب الشقة لقى الدنيا كلّها دخان. طبعًا إحنا كنا مقفّلين من البرد، الجو يعني برد رهيب، برد رهيب. يعني لولا الحمد لله حتى كمان لمّا كنا حاطين المشمع على الشبابيك، يعني والله كنا خلاص. لإن أنتم عارفين آخر دور يا تلج تلج وإيه وبرد برد، تلج تلج وحَر حَر. بس الحمد لله يعني الألف حمد وشكر يا رب. جِبنا طبعًا جهّزنا فطار وقعدنا فطرنا وجِبنا بقى هنا على البتاع. قال لي نقعد هنا بقى وما حدّش يخُش خالص في المطبخ ده لغاية ما نشوف له صرفة والّا إيه، نضبّط الكهربا اللي فيه، نحاول نخلّي السلوك من برّه. يعني إكمن في ساعات في سلوك إحنا كده عاملينها من برّه والله. بس مش عارفة لمّا بيدخّل طبعًا الفيشة دي ما أعرفش فيها إيه بتحصل أو الكهربا دي بتيجي لنا إزاي، مش عارفة. يالّا الحمد لله يا رب نحمد الله ونشكر فضله على مجايب ربنا. خلّي بالك بقى يا محمد تاني، هو أنت ما بتتعلّمش خالص وبرضه شنبك وبرضه رموشك قدّام الولعة. يعني الواحد يعمل فيه إيه في الراجل ده يا جماعة، يعمل فيه إيه؟ شنبه طار المَرّة اللي فاتت، قعدت أقول شنب النجعاوي، شنب النجعاوي،
والله قعدنا من الهَم اللي إحنا فيه، قُلت تعالَ بقى إيه أمّا أكنس السجادة كده عشان نقعد شوية من الأعصاب اللي الواحد يعني من الخضة اللي الواحد خدها دي كده، بيقول لي: "يعني أنتِ ما يحلاكيش الكنيس غير وأنا قاعدة؟" قُلت له: "ما أنا هاعمل إيه بقى، باروّقها كده عشان نقعد عليها." أنا عليها بقى إيه مطرح الفطار بعد ما فطرنا كده، ورق ومش عارفة إيه، قُلت إيه ننضّفها عشان نقعد بقى. فهي كانت شامسة والله وكيل كانت شامسة وجميلة، حاجة كده يعني إيه تطلّع حتى البرد من جتتنا. فقعدنا بقى إيه اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله كده بندوّر على شقة يا جماعة بس ربنا يكرمنا. بُصّوا حتى الحيطة اللي إحنا كنا بنعمل فيها بُصّوا اتهدّت كلّها تاني، يعني اللي إحنا كنا عاملينها دي اللي أنا وريتها لكم لو هترجعوا الفيديوهات القديمة الحيطة دي كانت جميلة والله الحرف ده كان كان ناعم حتى ما فيهوش الخشونة ديًّا ولا الخرابيش دي، لقينا بيُقع كل يوم لقينا حتة بيُقع، مش عارفة أي حاجة نعملها بتُقع تاني ليه؟ مع إنها كانت لازقة وكويسة وماسكة يعني، لقينا أي حاجة كده أي هدد بتروح جاي واقعة. إيه يا أم هدى بتقولي عايزة إيه؟ أنا مش سامعة حاجة، والله ما ليّا نِفْس أضحك ولا نيّة، أنا شوفي مش عارفة يعني طاقة يالّا الحمد لله معلش استحملوني في الفيديو ده استحملوني حبايبي والله باحبكم جدًا، جدًا. بس غصبٍ عني والله، ليه؟ لإني نِفْسي أطلع من البيت، نِفْسي أطلع من الشقة، فإن شاء الله بدعمكم بحُبكم ليّا باقول لكم شوفوا محمد حاطط لِك الكوباية الصغيرة وحاطط له الكوباية الكبيرة، قال لي: "لأ يا أختي هاتي أنا هاحط لِك أنتِ الكوباية الكبيرة وأحط لِك الكوباية الصغيرة هاتي." القعدة دي بقى يا جماعة ترُد الروح كده، ترُد الروح في الشمسية الحلوة الجميلة دي، والله قعدة عسل. رايحة فين يا أم هدى بتمسكي إيه؟ أنتِ غشيمة أنتِ كمان، يا شيخة ارحميني يا شيخ، ارحميني بالله عليكِ مش أنتِ والراجل ده عليّا، أنا مش عارفة أعمل فيكم إيه، أنتِ جايبة خاصة؟ أيوه اقعدي قزقزي بقى. قعدت جنبه بقى إيه نعمل كوباية شاي كده ونقعد نشربها ونفُك على الطاقة اللي إحنا خدناها من جوّه دي، بيقول لي: "أنتِ هتاكلي إيه؟ أنتِ هتاكلي خَس والّا هتشربي شاي بالضبط عايزة أعرف." قُلت له: "ما يضرش ناكل عرق خَس على كوباية شاي يعني هو هيفسد؟" أهو لسه باسمّعكم لقيته بيقول أهو. شوف بيبُص لي الأول قبل ما يتكلم، باقول له: "عرق خاص يعني هيعمل إيه؟" عرق فين الله بتاعتِك بقى يا أم حودة، يالّا قولي عشان أقول وراكِ، أطلّع كده شوية أضحك معاكم شوية كده، خُد خَس يقول لي: "اسكتي، كُلي أنتِ، كُلي أنتِ خَس." أنا بُصّوا يا جماعة بُصّوا يعني أي حاجة في البيت خصّاية بيقول لي: "افتحي الأنبوبة." باقول له: "أنت ما بتحرّمش أفتح الأنبوبة." يقول لي: "افتحي بالراحة." أهو. مش عارفة بقى إن كنت فتحتها أوي، إن كنت فتحتها أهو رُحت جاية طاشة مرّة واحدة، لإن أنا باترعب جبانة جدًا من الحاجات دي، فلقينا راح جاي الغاز طالع وما فيش فايدة، شميت ريحة الغاز على فكرة والله بجد، بجد شميت ريحة الغاز كانت وحشة أوي، قُلت له: "خلّي بالك بقى بدل ما إيه مش هيبقى في المطبخ وهنا كمان." قال لي: "ما تخافيش، طول ما أنا قاعد معاكِ ما تخافيش." يا الله، يا الله، كوبايتين شاي بقى بس إنما إيه، حبايب قلبي خلّيكم معايا في الفيديو ما تطلعيش بالفيديو بالله عليكم، باحبكم في الله والله وباحب دعمكم ليّا وباحبكم جدًا، جدًا، يعني كفاية وقفتكم معايا، كفاية وقفتكم في ضهري، كفاية وقفتكم مع الأيتام، بجد والله العظيم ربنا يسعدكم ويخلّيكم ليّا دايمًا كده وردة وردة في قلب بيتي، شمعة منوّرة في حياتي وحياة ولادي، باحبكم في الله يا أجمل وأحن أخوات في الدنيا تنسعدوا وتتهنوا ومعلش ما حدش يزعل مني في الطاقة السلبية دي والله غصبٍ عني، لإني المنظر اللي إحنا شُفناه الصبح ده يعني خضّة يعني، فالحمد لله نحمد الله ونشكر فضله على الحمد لله يعني سترها معانا برضه، اللي محمد جه في الوقت المناسب، واللي لحقنا دخل على طول فتح الباب على آخره، ودخل فتح الشباك عشان الدخانة، وراح جاي شادد الفيشة على قد ما يعمل، كان أنتِ عارفة لو دخل المطبخ ده ومش كان لابس حاجة في رجله كان الدنيا كلّها ضاعت، الحمد لله برضه بيقدر يحكّم دماغه ويقدر يتصرّف، يلبس أي حاجة في رجله، إيه يا أم حودة في إيه؟ شنبه باقول له: "أنت هتطيّر الشنب، ده الشنب لسه طاير أهو، شنب النجعاوي." يا لهوي! النجعاوي يا ناس كلّه إلا شنب النجعاوي، الدنيا كلّها تطير إلا شنب النجعاوي، والله قعدت أضحك وأضحّكه بقى إيه عشان نعمل يعني، شنب النجعاوي ورموش النجعاوي، دقن النجعاوي يا ناس. فالحمد لله يعني لحقنا وصحينا ما رضيناش نفتح على العيال، كانوا مقفّلين على نَفْسهم الله! طعمه حلو أوي يا أم حود، الله! مش عارفة طالعة المرّة دي شكلها إيه بقى، جاية كده من غير نِفْس كده والّا إيه؟ فالحمد لله نحمد الله ونشكر فضله والله بيضحك إيه اللي وصل معايا حبايب قلبي، باشكركم جدًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.